مرحبا بكم في قناتي. قصة اليوم تقول: قام شخص بذبح عجل سمين وأشعل المشواة وقال لأخيه: اخرج وادعو أصدقاءنا وأحبابنا ليأكلوا معنا. وخرج أخوه وبدأ يصرخ: يا ناس يا ناس، ساعدونا، منزل أخي يحترق. لحظات قليلة خرج مجموعة من الناس والبقية عملوا وكأنهم لم يسمعوا. فالناس الذين أتوا وقاموا بالأكل والشرب حتى انتفخوا. فالتفت الأخ لأخيه متعجبا وقال: الناس الذين أتوا لم يسبق لي رؤيتهم ولا أعرفهم، فأين أحبابنا وأصدقاؤنا؟ فقال الأخ لأخيه: الناس الذين أتوا لإطفاء الحريق الذي شب بمنزلنا، وليس من أجل الوليمة، فهؤلاء من يستحقون الكرم والضيافة. العبرة التي نستخلصها من هذه القصة: الذي لا تجده بجانبك في وقت الشدة لا تسميه أخا أو حبيبا أو صديقا. وكما تقول الحكمة: الصديق وقت الضيق. أرجو أن ينال إعجابكم هذا المقطع. لا تنسى لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.